اسماء الاشاره للبعيد من الحاجات اللي بتعمل خلط عند ولاد كتير، بتكون صعب عليهم يعرفوا التوظيف بتاعها او يحفظوه بسهوله. هقولك النهارده على طريقه سهله جدا، من اول مره هتشرحيها للطفل بتاعك هتثبت معاه ومش هينساها ولا يتلخبط فيها تاني ابدا. بالنسبه لاسماء الاشاره للبعيد المكرره او اللي معانا لغايه سنه ثالثه، ذلك وتلك واولئك. طبعا عشان ناخد ذلك وتلك واولئك اكيد الطفل بتاعنا هيكون اخد اسماء الاشاره للقريب، عرفهم وتعلمهم وعرف توظيفهم، مين بتاخد مفرد مؤنث ومين مفرد مذكر. تمام كده؟ طيب هقول له ايه بقى؟ هتلاقيني هنا انا كاتبه هذا وهذه وهؤلاء. ليه تحديدا دول؟ علشان هنبدا نربط له دول بدول. طب ايه العلاقه؟ العلاقه ان نفس التوظيف هو بما ان الطفل بتاعك اتدرب كويس قوي على اسماء الاشاره للقريب، فعارف ان هذا بتاخد مفرد مذكر. طب تعالى بقى يا شطور، عارف ذلك نفس توظيف هذا. افتكر كده، هذا كانت بتاخد ايه؟ كانت بتمشي مع مفرد مذكر عاقل او غير عاقل، زيها بالظبط ذلك. طيب تعالى لتلك اللي ملخبطانا دي وعامله لنا مشاكل كتير. ها، فاكر هذه كانت بتاخد ايه؟ لما شرحنا وحلينا عليها، طبعا اكيد بنتدرب عليها وبنراجع باستمرار، فاكيد ان الطفل فاهمها وعارفها كويس. هذه كانت بتاخد معانا مفردة مؤنثة، وكانت بتمشي كمان مع مين؟ مع جمع غير العاقل. تمام كده؟ بالظبط زيها تلك، هتمشي مع المفردة المؤنثة والجمع الغير عاقل بس للبعيد، ده الفرق الوحيد. طبعا كده الموضوع سهل جدا. اخر حاجة معانا اولئك. ارجع برضو كده وافتكر معايا، هؤلاء كانت بتاخد مين؟ كانت بتاخد جمع عاقل فقط، هؤلاء للجمع العاقل. وزي هؤلاء بالظبط برضو اولئك، هي كمان جمع عاقل بس بعيد، وطبعا بيكون جمع بنوعيه مذكر او مؤنث. فكده هم دول زي دول بالظبط، مفيش اي مشكله. فبما ان الطفل فاهم دول كويس جدا وحل عليهم وعارفهم، هيكون سهل عليه قوي لما نربط له كل واحده باللي زيها. طيب تعالي كده نشوف معانا الامثله دي عشان نوضح الموضوع بشكل افضل. معايا كده عندي هنا اهو، هذا ولد صغير. تمام كده؟ هذا مفرد مذكر عاقل او غير عاقل، ممكن اقول هذا علم، هذا فصل، هذا قلم. خلاص كده؟ طيب ذلك طائر كبير. يبقى الفرق هنا ايه؟ ان ده للقريب وده للبعيد، نفس التوظيف. طيب هذه كانت بتاخد زي ما قلنا مفردة مؤنثة، هذه بنت جميلة، هذه شجرة صغيرة. طيب وهذه برضو كانت بتاخد ايه؟ كانت بتاخد جمع غير عاقل، هذه اقلام، هذه كتب، هذه قطط. دي حاجة مهمة قوي وشفت ناس كتير بتتلخبط فيها. تمام؟ نفس الكلام تلك برضو بتاخد مفردة مؤنثة، تلك سحابة كبيرة، وبتاخد كمان جمع بس شرط يكون غير عاقل. وتلك ايه؟ طيور بعيدة مثلا. يبقى تلك بالظبط زي هذه. اخر حاجة معانا هؤلاء، كانت بتاخد الجمع العاقل بنوعيه زي ما احنا عارفين، المؤنث والمذكر، هؤلاء رجال، هؤلاء معلمات. ونفس الكلام أولئك برضو بتاخد الجمع بنوعيه لكن للبعيد. وبكده الفكرة هتسهل جدا على الولاد ان هم مجرد ما يتلخبطوا يرجعوا يربط لهم كل اسم اشارة من البعيد باسم اشارة المقابل او اللي بياخد نفس التوظيف بتاعه للقريب بالطريقة دي، والموضوع هيكون سهل جدا، مش هتلخبطوا فيه تاني ابدا. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك وتشجعينا نستمر.